لمواصلة المغامرة. الذكر في بداية النشر المنتخب الوطني الجزائري يحضر في هذه الأثناء ويستعد لمواجهة المنتخب التونسي بميدان مواندا مقر إقامة الخضر في الجابون. إذن المنتخب الوطني الجزائري في هذه الأثناء يجري حصته التدريبية الرابعة تحسبا لهذه المواجهة العربية المغاربية الكبيرة التي ستشد الأنظار داخل وخارج القارة السمراء في حدود ساعتي 5 من مساء الغد الخميس. إذن المنتخب الجزائري والمنتخب التونسي كلاهما يبحث عن الفوز الأول له في هذه الدورة أو الطبعة 31 من كأس إفريقيا للأمم. كلاهما سيعمل على تجنب الخطأ الممنوع على كلاهما، خاصة بالنسبة للمنتخب التونسي الذي ضيع النقاط بأكملها في مواجهة السنغال، رغم أن المنتخب التونسي قدم أداء مقنعا أمام أسود التيرانجا. أما بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري كذلك يحتاج للنقاط الثلاث لإعادة بعث مشواره وإنعاش حظوظه في التأهل للدور الثاني لكأس أفريقيا بعد أن أخفق في المواجهة الأولى أمام زيمبابوي بتعادل ضيع من خلاله المنتخب الجزائري الفوز أمام منتخب كان قبل بداية الكان على الورق في متناول المنتخب الوطني الجزائري. إذن هذه الصور المباشرة والحصرية تأتيكم مباشرة من ميدان مواندا مقر إقامة المنتخب الجزائري بالجابون، أي على بعد حوالي 60 كيلومتر عن مدينة فرانسفيل التي تحتضن مواجهات المجموعة الثانية التي تضم الجزائر، تونس، السنغال وكذا زيمبابوي. إذن كما أذكر بأن هذه الحصة التدريبية الرابعة التي كنتم تتابعونها للمنتخب الجزائري الذي تلقى عدة ضربات موجعة بخصوص الإصابات التي جاءت تباعا بآخرها كانت بالنسبة لحارس عرين الخضر رئيس وهب مبولحي، وكذا بالنسبة للمهاجم العربي هلال السوداني، قطعتين أساسيتين في معادلة جورج ليكانز. ينتظر أن يدخل مليك عسلة في هذه المواجهة أمام تونس كما سبق وأن صرح به الناخب الوطني صباحة اليوم في الندوة الصحفية. إذن حظ موفق للمنتخب الوطني الجزائري في مواجهة الأشقاء أمام تونس في الدربي العربي المغاربي غدا في حدود الساعة 5. Pour l'état des joueurs, Soudani, ça va parler, ça c'est sûr. Certainement, il y a encore un petit souci sur Islam. Hier, il a entraîné tout seul. On a malheureusement Rice qui est très doutable. Alors, on prépare Malek. Et comme il a joué heureusement le match contre la Mauritanie 2 fois, heureusement que comme ça il a l'expérience aussi déjà. أخرى أكدت أن المواجهة لن تكون سهلة. هي موفد قنوات بي سبورت إلى كأس أفريقيا بأن المهاجم الجزائري هلال العربي السوداني لم يتدرب مع زملائه بسبب إصابة على مستوى الركبة، وبذلك تصبح مشاركته أمام تونس يوم الخميس المقبل غير مؤكدة. هذا وكان مهاجم دينامو زاغرب قد تعرض للإصابة في الركبة في مواجهة زيمبابوي في أول ظهور لمحاربي الصحراء في النهائيات الإفريقية. غياب سوداني، لكن المدرب لديه ربما حلول أخرى، بدائل أخرى على غرار كابتن المتألق حاليا في الدوري وأيضا لاعب مميز خاصة على مستوى خط الهجوم. وعنده غزال، معنا لاعب ليون، وأظن مكان السوداني يكون غزال، يعني غزال يلعب على الطرف، وإذا سيكون بنجاح سيكون مكان سليماني. على كل حال الجزائر ليس لديهم مشاكل في اللاعبين مهما كان، أكيد إلا لاعب وحيد أنا أظن مؤثر لما يغيب سيؤثر، هو محرز. البقية الكل لديهم معوضين لأنه إبراهيمي سابقا كان ليس لديه معوض، لكن في عدم التزامه لأنه عاد معنا في الآونة الأخيرة، وأظن كذلك هذا اللاعب عنده إمكانيات كبيرة. الجزائر تعج بالنجوم، إشكالها إشكال توليفة ومشاكل دفاعية ومشاكل أن تجد
الانسجام، وهذا على ليكانز أن يعمل. لكن حقيقة أنا نعرف ليكانز لما كان في المنتخب التونسي ونفتقد الانسجام مع ليكانز ولم يوفق في جدل. صحيح أنه ليس لدينا نفس الإمكانيات على المستوى الفني، هذا واضح، لكن كذلك لم ينجح مع المنتخب التونسي، وإلى غاية الآن هو يبحث أن يجد نفسه مع المنتخب الجزائري، واستبعد أنه ينجح مع المنتخب الجزائري. على كل شكرا جزيلا لك كابتن حاتم طرابلسي محلل قنوات بي سبورت. وجودات كل من لاعب رياض محرز والحارس رايس بولحي اللذان أنقذ الخضر من هزيمة النكرة. والمحطة المهمة بحسب المتابعين ستكون أمام منتخب تونس المتعثر أمام السنغال. نعم، المباراة الثانية أمام منتخب تونس. أولا الناخب الوطني يعرف جيدا التشكيلة التونسية، لا تخفى عليه شيء في تشكيلة المنتخب التونسي. يعرف جيدا منتخب تونس باعتبار أنه دربه، بالإضافة إلى يعني هنا بالجزائر يستحضرها التعادل الإيجابي بطعم الهزيمة الذي حققه المنتخب الجزائري في أول مباراته في الكان لم يفقد آمال الجماهير الجزائرية في العودة بقوة، خصوصا في المباراة الثانية ضد نسور قرطاج. حسين بوصالح بي سبورتس الجزائر. ولا غزال وايضا عبيد راح يدخل مكان قديوره اللي ما هضرناش كاع عليه في الحصه السابقه، اللي كان واقف لانه ما شارك حتى في الكرات الهجوميه وفي استرجاع الكرات. الان ما تقدرش تلعب اون بلوك كي يكون عندك كان جوار كيما قديوره اللي ما عندوش لا ريلونس، انت ريكيبيراتور ماشي روليور. انت لازم يكون عندك متوسط دفاع الميدان اللي يشاركوا في الهجمات. هادو هما ربما اللي يدفعوا لذاك الشيء. تفضل. الشيء اللي دفعوا قديوره ما يكونش في نهارو هذاك النهار. انا نظن بن طالب هو اللي ما خلاهش. علاش بن طالب كان يجري من ورا الكره، يحوس وين كان الكره يروح، ويخلي دائما قديوره وحده. هو ممكن في عقله انه متكل على قديوره هو ريكيبيراتور ويكاسي الجو هذاك ويريكيبيري البالون هو يجيبها. لازم يكون في المنطقه تاعو. يقولوا لي ما كاينش انضباط تكتيكي. الشوط الاول هذا هو الغلطه وداير ومن بعد صلحها. الشوط الثاني شفنا احسن يعني تمركز اللاعبين يعني بين بن طالب وقديوره اللي رجع شويه للجهه اليمنى وحتى يعني. هذه عن مواجهه زيمبابوي. الان مواجهه تونس حاسمه مصيريه للمنتخبين. المنتخب التونسي خليني نقول لك انه طبيب المنتخب سهيل الشمري قال لك تشكيله المنتخب خاليه من الاصابات، قال لك امين بالعمر لاجواء التدريبات عاود ولا جاهزين بما فيهم وهب الخزري اللي تلقى اصابه امام السنغال. اعطيني التصريح بعد ذلك نتحدث مع الضيوف. تفضل. ما فماش اصابات بعد المجهود الكبير الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله كلهم يبداوا على ذمه الاطار الفني للمباراه الجايه. ايمن بن عمر اليوم موجود في التمرين داخل المجموعه، يعني حاضرين 100%. حاضر ان شاء الله 100% يكون مع المجموعه اليوم الخميس. نعم طبعا. ماذا تريدون القول؟ اذا المنتخب التونسي لحد الان جاهز بجميع العناصر، ما سيشكل ربما ضغط قوي للمنتخب الجزائري. شوف رغم الخساره امام السنغال. رغم رايحك نعم الكلام حكيم. نعم تفضل. رغم الخساره انا نقول باللي الفريق المنتخب التونسي ظهر بوجه مشرف خاصه في الشوط الثاني. نقاط القوه تاعو يعني شفناها والكل راح نشاطروها، يعني ما راحش نختلفوا فيها. هو وسط ميدان قوي، عندهم لاعبين في وسط الميدان يعرفوا كيفاش يسيروا اللعب، يعرفوا يعني كيفاش يتمركزوا، وهذا راجع لانهم عندهم مده هما يلعبوا كيف ونقطه القوه قلت تما. نقاط الدفاع يعني الضعف موجوده كذلك. ايمن عبد النور وكانه شاحنه في الوراء ثقيل. انا قلت لك البطء هذا ممكن اللي رايحين لابد يركز عليه. خط الهجوم غير مركز تماما يضيع كثير. لابد يركز عليه ليكانس، لان المهاجمين تاعنا وين شفنا يعني الدفاع تاعهم باطئ. وعلى هذه لازم السرعه، لازم نتميزوا بسرعه كبيره وبلي كونتر اتاك كما قلت. اذا انا نقول باللي المباراه تاع تونس راح تلعب يعني بنسبه كبيره في وسط الميدان. كنت سأطرح عليك السؤال صح في وسط الميدان المعركه كمال. شيء جميل الحاجه الاولى اللي نشيروها، شيء جميل انه تشوف منتخب طبيب منتخب تونس يصرح. احنا في الجزائر طبعا هذا هو الاحترافيه منطقي. الطبيب تاع المنتخب ممنوع عليه كاع يصرح ولا واحد ما يعرفه. انا نتحدى لو واحد يعرف طبيب تاع المنتخب من غير الاعلاميين المقربين من المنتخب الوطني. الحاجه الدوزيام باش ما نفوتوش عليها مرور الكرام، قناه اجنبيه فرنسيه كما ولفونا المنتخب الوطني. تصريح
صالح لقناه فرنسيه. نعم تاع محرز. لماذا هذا العقده لاتجاه كل ما هو اجنبي؟ محرز هم كاين تما وسائل الاعلام الجزائري الحمد لله، اليوم عندنا قنوات خاصه، اليوم عندنا وسائل الاعلام راهي تتبع المنتخب الوطني، ما يمدوهمش تصريح المحرز يمدوه. عندنا يخبرك المنتخب التونسي الان كما قلت عوده بن عمر الى التشكيله الاساسيه، وربما احتمال اليوم غلق المدرب تاع تونس كاسبار جاك غلق الحصه التدريبيه اليوم بعد الانتقادات، لانه كان يلعب بخطه 5-3-2 ولا 3-5-2، لكن